والكلام ده كله. فاصلا اخويا قال له ابني من نفسك وبتاع والكلام ده كله، سيبك من اللي انت بتشربه وسيبك من الكلام الفاضي دوت. كان بيتعاطى بودره وسابه وراح المصحه وطلع من المصحه من حوالي بتاع 4 شهور او 5 شهور. فراح يجيب اكل والله لعياله. يعني هو حتى كلنا قدام المطعم بتاع الفول والطعميه. راح يجيب عيش وجاي راح يجيب فطار ليه ولعياله. مش بتاع مشاكل حضرتك، احمد ده مش بتاع مشاكل خالص، مالوش دعوه بالمشاكل. لو معايا انا اقول لك انا معلش فاهم انت، محدش عارف يحكي معايا بكلمه. انما احنا مش بتاع مشاكل. شايفها كانت جت معايا انا. يعني معلش اغلب من الغلب، والله العظيم القطه تاكل عشاء، اقسم بالله القطه تاكل عشاء. ده انا بيني وبين احمد دوت 3، انا لما بسكت فيه بيكش ويسيبني وما يقدرش يعلي صوت عليا. وانا اصغر منه ب3 تاني. يعني في تاني اكتر من كده. هو ده جزاء الغلبان في البلد؟ حضرتك انتوا مطلعين اللي هو معلش اغتصب امه واغتصب مراته واغتصب اخته، امال ايه يعني؟ ده لو واخد صيدليه مش هيعمل الكلام ده كله. ماشي، ولاد مش متجوز، واخته بسم الله ما شاء الله كان متقدم لها دكتور. يعني ما احنا انا عن نفسي انا ما اعرفش غير امبارح اللي هو لي اخت. بسال اخويا نتعرف اسمك انتوا ايه؟ احنا 7. 4 ولاد و3 بنات، 2 كبار. احنا الكبار متجوزين وعيله وطفله لسه صغيره وطفل لسه صغير وشابين الكبار والاثنين الكبار اللي هو احنا. بس دلوقتي احنا عايزين حق ابونا. يعني والدك عنده 7 ابناء. منهم اللي متجوز ومخلف كمان. البنتين متجوزين ومخلفين اللي هو احنا. ومعاه احفاد. معاه احفاد هيروح يغتصب ولا بيعمل مخدرات. حضرتك صورت الشقه؟ جوه؟ بتعتجر المخدرات؟ صورت الشقه بتاعت تاجر المخدرات؟ تاجر مخدرات ايه؟ ما تاجر المخدرات كان عمل الشباك ده يا عيني. انما بص الشباك، بص لو حرامي عمل كده هيكسره. شايف الشباك حضرتك؟ ولا شفت المكنه اللي هو كان ماشي بيها يا عيني اللي موصلها بسلكتين، معاش مفتاح ولا حتى لو معاه فلوس بس كان ماشي يعني كده اهو. كان عالج نفسه والله العظيم. تاني ابويا كان عنده الكبد ما كان بياخد برشامه ولا حقنه، والله العظيم. تاني ابويا بقاله 40 سنه ولا اكتر من 40 سنه عنده الكبد وما بياخدلوش علاج. والله العظيم ما كذب، والله العظيم ما كذب. بطنه كبيره كده وكل شويه نايم يعني في كل يومين نايم في البيت يقول انا تعبان. امي تقول لي طب روح خد لك حقنه، اقول لها لا مش عايزه، ما بحبش المستشفيات، ما بحبش اخد ادويه. يابا خد. ما بتعشط والله، ما بتعاطى برشام ولا بتعاطى اي حاجه خالص. ما بياخدش حاجه خالص، ولا ياخدش براشيم ولا الحاجات دي خالص. كان سايبها لله، بيقول لي هسيبها لله. هو الشافي العافي. حضرتك معاه الشقه تحت بتاعته، عامل فيها سرير بينام فيه عشان ما بيقدرش يطلع الدور الرابع. يقول لها لا يا احمد، بيقول لمراته يا احمد احذفي لي بس بطانيه لو هينام تحت، احذفي لي بطانيه عشان انا بطني وجعاني مش قادر اطلع. بطن حضرتك لا مؤاخذه في الكلمه كانت قدامه كده اهو، كانت قدامه من الكبد، كان طافح في ورم متضخم في بطنه. ليه تقولوا عليه كده؟ ما تجيبوش عوره الناس يا ناس، ما تجيبوش سيره عوره الناس، ما تجيبوش، عشان انتوا ممكن يحصل فيكم زي ما حصل في ابويا برضه. ما تجيبوش كده. اخوكي راح جالكم خبر منين؟ اخويا حضرتك جاله الخبر، اخويا طالع على الشارع. اخويا كان طالع على الشارع بيقولوا الحق ابوك. بيقولوا مين ابويا؟ مين يلا ابويا؟ مين؟ جري على الخناقه بيحسب مش ابوه. جري لقى ابوه قدامه، ولقى التاني نايم في الارض، القاتل نايم في الارض. ادوا له مطوه الناس، ادوا له مطوه. لو انا كنت مكانه كنت عملت كده صراحه. ادوا له مطوه، قالوا له جيب حق ابوك. قال مش بص ابويا ويعمل كده ابويا. ولو حضرتك شفته في الفيديو يقول ابويا وجد يقول لا مؤاخذه عامل الحمام على نفسه. يعني هو عمل حمام على نفسه. شايف يعني دماغ ابوه متشاله. موقف صعب يعني احنا بنشوفه في الافلام الرعب بنخاف. واحد زي حالاتنا احنا شايفين بنخاف بالطريقه دي وهو جنب منه. احنا بنخاف والله العظيم غلابه ما ربناش على كده، والله العظيم ما ربنا على كده. الغالي الله يرحمك مت شهيد يابا، مات شهيد الحمد لله، مات شهيد. اغلب من الغلب مات شهيد. ما فيهاش خانق حضرتك يا ريس جيب لنا حقنا، جيب لنا حقنا يا ريس. جالكم الخبر؟ حد جه قال لكم على الخبر؟ الخبر جالهم هنا، انا ما كنتش هنا، انا ساكنه في الفيشه. حضرتك اختي اللي رنت عليا وقالت لي، انا كنت لسه مؤاخذه داخل علينا الغم بقى اللي احنا مش راضيين ناكل ولا اي حاجه، زي ما يكون يعني داخل علينا مصيبه.
غرفنا لا مؤاخذه طبق رز انا وجوزي، طبخه طبق رز قد كده انا وجوزي، عليه حبه طبيخ، وقعدنا بره في الشارع، وبقول له مالناش نفس ناكل، مش عارفه ليه يا عمر. بقول لك ايه يا عمر، عايزه اروح اشوف ابويا. قال لي عايزه تروحي النهارده؟ كان يوم الاثنين. عايزه تروحي النهارده؟ قلت له ولا بكره؟ قال لي بكره تروحي، بكره اول النهار عشان بيشتغل في سوق التلات اللي في الفيشه. قال لي بكره اوديكي، معلش، قال لي بكره اوديكي. قلت له ماشي يا عمر. لسه ما بقول له اسمع كده، امسك الطبق ده كده، التليفون بيرن. رحت اشوف التليفون لقيتها اختي ياسمين. ايه ياسمين؟ ما ترنيش، لسه بضحك بقول لها ايه ياسمين دي غريبه يا اختي، رنيت عليا مرتين. قالت لي ابوكي مات، ابوكي مات، وراحت قافله. ماشي. عبد الرحمن ده من وانا وهو عيل صغير وانا فاتح جنب بيتهم، جنب الدكان على طول. ماشي. ف باعوا البيت اللي في حي السلام، وحضرتك اشتروا ارض في البلابسه، في اخر البلابسه ناحيه التلاتيني، وبنوا بيت هناك وعايزينه منه. ابوه راجل، معلش، راجل متدين فوق ما تتخيل، راجل متدين فوق ما تتخيل. وام عبد الرحمن ده ست منقبه. ماشي. انا قعدت في الحته هناك 11 سنه في محل على الناصيه بتاعتهم، بيني وبينها بيتين ما شفتهاش. مع اخ توأم ليه في قمه الادب والاحترام، وعبد الرحمن في قمه الادب والاحترام، راجل متعلم خريج ازهر. ماشي. ما بيسيبش فرض، بيبقى شغال في اي مكان، بيسيب المكان ويروح يصلي. كان بيروح يحضر دروس دينيه. ماشي. كان بيطلع جهات كان بيطلع اللي هم الجماعه اللي هم كانوا بيطلعوا مثلا اعتكاف بالاسبوع وال10 ايام وال15 يوم. تفسر ايه اللي حصل؟ ما اعرفش. انا عبد الرحمن قبل الحادثه بيومين بالظبط كان عندي في المحل. شغال ايه؟ انا شغال حضرتك فاتح معرض موبيليا استعمال في حي السلام، من يعني اسماعيليه كلها تعرفني، اسماعيليه بضواحيها حضرتك، مفيش واحد في اسماعيليه ما يعرفنيش. يعني الحمد لله. علاقه الشغل كانت تجمعك بيه؟ هو كان بيجي حضرتك عبد الرحمن ده كان شغال في السوق بينظف سمك والكلام دوت. اتعرف على اخويا الاكبر مني عصام، برضه الدنيا كلها عارفه عصام. كان حضرتك عبد الرحمن اخويا عصام ده كان حصل عنده ظروف وكده، وامه ضربت في بيته والدنيا كانت بايظه معاه. فعبد الرحمن كان بيقعد مع عصام. ففي الفتره دي عصام ما كانش معاه فلوس اللي هو يبدا يشتغل تاني. فعبد الرحمن اتكلم معاه عشان عبد الرحمن كان شغال وكان معاه بارستين. فراح جاي شارك عصام اخويا. معاك. ماشي. شارك عصام اخويا، وبدا علاقه الشغل بين عصام. كان في شراكه بين اخويا عصام وعصام وعبد الرحمن. ماشي. تمام. وبعد كده حضرتك طبعا اي بني ادم بعد كده هو لما اتعلم الشغل والكلام ده كله خلص موضوع الشراكه بينه وبين اخويا. خلص الشراكه بينه وبين اخويا وفتح محل مع نفسه. بس عبد الرحمن كان بيجي لي الدكان، يا عم حسن عايز ايه؟ حتتين شغل. كنت بديله حتتين شغل. كان بيجي برضه في عم الله يرحمه برضه كان فاتح جنب مني، كان برضه بيتعامل مع عمي وبياخد من عندي شغل، وعلى طول عند عمي، وعلى طول بالليل بيجي يقعد معانا، اي حاجه تنزل انا لازماني الحاجه ديت. وكنت بساعده. انا واحد من الناس عبد الرحمن لما كان بيجي يشتري من عندي حاجه، ماشي، كنت بوفر له حق التروسيكل. اقول له روح يا عبد الرحمن وانا اجيب لك الحاجه بعربيتي لحد المحل عندك. راح فين وجاي منين يا ولاد؟ تعلموا طالع في جيبه ايه يا ولاد؟ ده في جيبه 10 جنيه، واضح يجيب لنا فول وطعميه بيها يا ولاد، يجيبوا العيال عيال 3 ولا 4 يا ولاد. احنا يا ولاد هقول لكم ايه يا ولاد؟ انا هقول لكم ايه؟ حسوا بينا، كل اللي يكتب كلمه عينه غلط حسبي الله ونعم الوكيل فيه، تدوقوا النار اللي جوانا. تدوقوا النار اللي جوانا. ضربوا القاتل وجابوه بعد ايه؟ يعني حضرتك بعد